19 وصل إلى مصر كولونيل سيف ليؤسس منظومة عسكرية مصرية وفقا لأعلى التقنيات الفرنسية. كلفه الباشا بمهام عديدة، أولها تدريب 500 من الجند المماليك في أسوان. ألف الباشا وحدات من الجند الأرناؤوط، والتي سرعان ما انهارت بسبب عصيانهم المستمر. اتجه الباشا إلى تجنيد السودانيين، فتفشى مرض الكوليرا بينهم، ففشلت التجربة، فاضطر للاستجابة لرؤية ابنه إبراهيم أن منظومة جيش مصري حديث لن تتحقق إلا على أكتاف الفلاحين أي المصريين. أسس الباشا بقيادة إبراهيم مجلس لكبار الضباط، الذي بدأ عمله بمديرية القليوبية باعتماد نظام الاقتراع، وهو نظام فرنسي يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه بالاختيار العشوائي للعدد المطلوب تجنيده بدلا من التجنيد بالسخرة. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. ولإضعاف دولة الخلافة العثمانية وتفكيك قبضتها على ولاياتها والإسراع بوراثة الرجل المريض، سعت دول أوروبا لتفجير الولايات العثمانية من الداخل باللعب بسلاح الدين. اختارت الوهابيين من معتنق المذهب السلفي الحنبلي، جهزتهم بالمال والسلاح والمعدات ودربتهم تدريبا حديثا، فتقدمت القوات الوهابية من صحراء نجد عام 1810 واستولت على المدينة المنورة ببلاد الحجاز، ثم اجتاحت الشام واستولت على مدن الجوف البتراء وحوران. طلب السلطان العثماني من واليه في بغداد ردهم، تخاذل الولاة فاكتسح الوهابيون مدينتي كربلاء والبصرة. لم يجد السلطان سوى محمد علي باشا ليستنجد به لمحاربة الوهابيين ولإنهاك قوى الباشا العسكرية في آن واحد.